كابتن فريدة شايفة إن الدعم الإعلامي خلال الفترة الأخيرة ديّة والدعم المادي من حيث الرعاية اللي اختلف في خلال ممكن نقول السنتين 3 الأخرانيين دول، كان إيه الإيجابيات بتاعته عليكم كلاعبين في الألعاب الفردية اللي كنا بنقول عليها زمان الألعاب الشهيدة؟ هو بصراحة حصل تحسن جامد قوي، الاهتمام والدعم وحتى الإعلامي والمادي زي ما بتقول ده يعني فرق قوي في آخر 3-4 سنين. وزي ما انت شايف مثلا كل الرياضات جالها طفرة بعد الاهتمام ده، فدي حاجة مهمة جدا لأي رياضة أي رياضي إن هو يركز في لعبته والباقي بقى هو اللي هياخد باله من نفسه. هو طبعا فرق يعني عشان في امريكا انا كنت اقدر ان انا اروح جامعه فيها السباحه وفي نفس الوقت يكون عندي دراسه، كنت عايزه اعمل توازن بين الاثنين، فده كان مهم قوي بالنسبه لي عشان اركز في الاثنين. وبصراحه يعني خبرتي ونزلت بطولات كتيرة قوي في امريكا ساعدتني ان انا اعرف ايه اللي يعني كويس ليا انا كسباحه انا كفريده عشان اتحسن البطولات الجايه ان شاء الله. انا دلوقتي من اول شهر 3 لحد باريس 2024 هنزل بطولات كتيرة قوي، بس أول محطة عندي هي بطولة عالم اللي هي في شهر 7 إن شاء الله في اليابان. هو بصراحة اللجنة الأولمبية شايفة إن لازم يكون 50 متر حرة بس، مش عايزين يدخلوا ولا الفراشة ولا البريست ولا الباك، مش عارفة ليه بصراحة عايزين يقللوا الناس اللي في الأولمبياد. بس أنا طبعا نفسي يعني أتمنى إن سبق يخش، بس غير كده أنا بركز دلوقتي على 100 فراشة عشان أول سبق عندي 50 فراشة ده مش موجود، تاني واحد على طول يبقى 100 متر فراشة. لا بصراحة يعني الأولمبياد اللي فاتت جبنا ميداليات كتيرة قوي، يعني غير ذهب وفضة وبرونز. يعني أنا شايفة إن كل أولمبياد كل ما في رياضيين أكتر بيتحسنوا وبيوصلوا للميداليات. شكرًا. شكرا.